بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم رحاب صلاح. النهاردة هنبدأ أول حلقات نوعم العيد. أول حاجة هنبدأ بيها الكحك زي ما انتوا شايفين كده، لونه وشكله عامل ازاي، وكحكاية ناعمة جدا، مش يعني النعومية المظبوطة. بصوا الكحكاية. عايزة أقولك إن انتي لو أول مرة تعملي كحك ومشيتي بمقاديري هتعمليه صح. بصوا شايفين، بصوا كمان ناعم قد ايه. مجرد ان انا بلمسه بس بيتكسر، بس مش النعومية اللي انتي تشيلي الكحكاية تتكسر، لأ، نعوميته مظبوطة. يا رب ينال إعجابكم. بجد لو انتي ما بتعرفيش تعملي الكحك ولا نواعم العيد، تابعيني وانا هعلمها لك بكل سهولة، وامشي على المقادير وبجد هيطلع مظبوط معاكي جدا. ولو عجبكم ما ننساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس واللايكات عشان يوصل لكم كل جديد، عشان نوصل بيكم بإذن الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين. بس بقى لون الكحك بجد تحفة. هرش عليه السكر بقى. كل سنة وحضراتكم طيبين. يلا نشوف بقى الكحك الحلو ده احنا عملناه ازاي. انا مقاديري ال2 كيلو دقيق. السمنة دي معايا زبدة صفرة، زبدة فلاحي صفرة، مش زبدة فرن ولا كريستال، لا زبدة فلاحي صفرة انا مسيحاها. ودول الوزن بتاعهم بالظبط 1 كيلو و100 جرام، مع 2 كيلو دقيق و8 معالق سمسم. احنا هنبدأ واحدة واحدة. انا حطيت السمنة على النار تقدح، يعني تسخن جامد. هنزل بال2 كيلو دقيق في العجان، وهحط 4 معالق سكر بودرة و4 معالق نشا. وهقلب الكلام ده، المواد الجافة دي هتقلبيها كويس عشان لما تيجي تنزلي بالسمنة السخنة السكر معايا ما ينحرقش. السمنة بتاعتي اهي بدأت تقدح بالمنظر ده. هنزل بالسمسم، انا بنزل بالسمسم في السمنة عشان يطلع الزيوت اللي فيه احلى ما انتي بتحطيه على الدقيق. انا هخلي السمسم بتاعي ياخد اللون الذهبي، يعني هستنى عليه كده ياخد اللون الذهبي وهطفي. دول 4 معالق نشا ورشة ملح، 4 معالق نشا كبار. بس هقلبهم كده والسمنة بتاعتي خلاص هي كده جهزت على النار. انا مقاديري يا جماعة هي بقالها سنين هي. انا كده بجرب السمنة قدحت ولا لا، لقيتها لسه فاستنيت عليها شوية. خلاص بقى هي كده قدحت معايا، انا جربتها تاني لقيتها قدحت. هنزل بيها كده بالمنظر ده على الدقيق وهي بتغلي كده. الرواسب دي انا مش هحطها، دي الرواسب مطرح السمنة والسمسم، لكن السمنة بتاعتي ما انحرقتش، دي رواسب عادية. انا هقلبها بالمنظر ده كده بمعلقة تكون حديد بس. لو انتي بقى مش هتعملي في العجان، انا هعمل في العجان مش هضرب السم على ايدي. لو انتي هتعمليهم على ايدك هتستني انها تبرد وتبدأي تبسيها. انا هبسها في العجان بالمنظر ده. هتبسيها انتي على ايدك، هتدعكيها بين ايديكي الاتنين، هتنيكي تدعكي فيها مثلا ربع ساعة تلت ساعة، لحد ما هوريكي العجينة هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. انا كده ببسهم في العجان. بصي بقت شكلها عاملة ازاي، هتبقى بالمنظر ده. انا عايزاها كده، تنيكي تبسي فيها لحد ما الدقيق يشرب السمنة كلها، تبقى لينة زي الكريمة كده. هي كده تبقى مظبوطة معايا قوي. هنزل بقى باللبن، يا لبن يا مية. انا نزلت بلبن. انا حطيت اول كوباية تكون ساقعة عشان تبرد لي العجينة شوية، لانها كانت لسه دافية معايا. تمام.
الكوباية التانية نزلت بيها، يعني اللبن يكون دافي دمعة العين كده، وهتنزلي فيهم ب3 معالق ونص خميرة اهم، 3 معالق ونص خميرة، اوعي تحطي الخميرة على اللبن ساقع أو مَيّة ساقعة. أنا نزلت بأول كوباية ساقعة عشان أبرّد العجينة. هنا بقى أنا آسفة النور قطع، فعجنتها على إيدي مش في العجّان. يعني هي مش بتتعجن أوي، هي مجرد إن أنتِ تلمّي العجينة بس. اتلمّت معايا وبقت بالمنظر ده. أنا مش هاسيبها ترتاح، أنا هاشتغل فيها على طول. معايا بقى هنا الملبن ده كيلو، حاطة عليه يعني 5، 6 معالق سمنة بلدي برضه، وحاطة عليه عين جمل مكسّرة ومكوّراه بالمنظر ده. أنا عملته معاكم السنة اللي فاتت برضه، بس السنة دي حبيت الفيديو ما يطولش أكتر من كده. أهم حاجة إن أنتِ تعجني العجينة كده لمّا تيجي تطلّعيها من العجّان، تسخّنيها في إيدِك عشان تطرى وتبقى حلوة معاكِ، لإن دي كحكة ناعمة، لازم تشغّلي العجينة، ما تقوليش لأ ده العجينة شكلها غريب أو مفرولة، لأ، شغّليها هتلاقيها العجينة لمّت معاكِ وبقت كويسة. سخّنيها يعني بين إيديكِ، هتلاقي العجينة مضبوطة. لكن أنتِ مثلًا لو سِبتيه شوية في الطبق بتاعِك هتلاقيه مفرول كده، ما تقلقيش، اعجني فيه. أنا باخد كل شوية جزء أعجنه وأبدأ أشتغل فيه، هتلاقيها مضبوطة. دي للناس اللي لسه ما بتعرفش تعمل كحك، وإحنا عارفين الأسعار السنة دي غالية جدًا. عايزة أقول لِك يعني ال2 كيلو دول طلّعوا يعني كمية حلوة معايا، وأحسن ما أنتِ هتشتريه من برّه والله، لإن من برّه يعني ال2 كيلو دول هييجي لِك بمقام كيلو من اللي أنتِ هتعمليه. أنا كده باشغّل العجينة أهو زي ما أنتم شايفين، وباسخّنها في إيدي. الملبن يا جماعة يكون صغيّر، ما تكبّريش في حتّة الملبن، عشان لمّا يخُش الفرن ما تغليش وتفتح معاكِ الكحكاية. الكحك زي ما أنتم شايفينه في أول الفيديو ما فيهوش أي حاجة، ولا مفتوح ولا أي حاجة، الكحكاية سليمة، لإن أنا حاطة حتّة كحكة صغيّرة، وطريقة السِوَى لازم يكون على درجة حرارة عالية، عشان الملبن ما يغليش معايا. لكن لو هو سادة براحتك، يعني ممكن تحطيه على 160 عادي ما دام سادة، لكن إحنا حاطين فيه ملبن يبقى لازم درجة الحرارة تبقى 180. في تكات كده يا جماعة لو مشيتوا عليها بجد هيطلع الحاجة معاكم مضبوطة. يعني أنا طريقة الكحك دي بقى لي سنين ماشية عليها، وماشية عليها بالميزان، ولازم بالميزان. يعني السمنة بالذات لازم أكون وزناها، ال2 كيلو بياخدوا كيلو و100 جرام. طب الكيلو بياخد نُص كيلو و50 جرام. دي قواعد لازم نمشي عليها، لازم تمشي على الدقيق بالضبط 2 كيلو، على السمنة بالضبط قد إيه كيلو و100 جرام كده، لازم تمشي عليه. والنشا لو في ناس بتستغرب إن أنا حاطة نشا، النشا بينعّم مش بيخشّن، لإن في ناس معتقدة إن النشا ده بيخشّن ما بينعّمش، لأ، في الكحك وهاحطه لكم كمان في البيدي فور لأ، بينعّم ما بيخشّنش. النقشة بقى أنا بانقش يعني النقشة اللي تيجي على مزاجِك، ما بتعرفيش تنقشي وعندِك البصّامة، ابصمي بيها، لكن أنا بصراحة يعني أنا باحب المنقاش، لكن بالبصّامة مش هياخد منِّك وقت خالص. أي نقشة بقى أنتِ تحبيه. عايزة أقول لكم إن هو سهل والله يا جماعة، بس امشوا بمقادير تكون مضبوطة. وأنا كتير في ناس جرّبوه منّي وبجد يعني مش شكرانية ولا أي حاجة، بس أنا باتكلّم بمصداقية والله، عجبهم نعوميته. الناس اللي بتحب الكحك ناعم، أنا عن نفسي باحبه ناعم، ما باحبش الكحك عمره خشن.
القراقيش باعملها خشنة، لكن الكحك أساسه ناعم. النقشة بقى اللي تعجبك اعمليها، بسطامة، تمام، أي حاجة، المهم تمشي على المقادير صح. لو لقيتي العجينة مفرولة حاولي تعجنيها، هو ما بياخدش أزيد من كوبايتين مية أو كوبايتين لبن. هتسخني العجينة هتلاقي العجينة معاكي بقت كويسة وما فيهاش أي حاجة. أو كده أنا بسخنها، تمام. هحط كده بقى واحدة ملبن وتضغطي عليها، وتخلي بالك إن هي ما تبقاش باينة، الملبن ما يبانش من العجينة عشان ما يفرقعش الكحكاية. بس انتي لو مشيتي بالمقادير كده مظبوط وكل اللي انا قلتلك عليه، بجد هتطلعي كحكاية مظبوطة جدا. وما تزوديش السوائل، تزويد السوائل يا جماعة بينشف العجين، بتخليها خشنة مش ناعمة. يعني ممكن انا كان ممكن احط كيلو لبن او كيلو مية، بس هتطلع معايا ناشفة خشنة. هو المظبوط بتاعها الكيلو كوباية، ال2 كيلو انا حاطة كوبايتين. بس انا كده بقى هنقش الكمية دي كلها كده لوحدي، واوريها لكم في الاخر عاملة ازاي. وهسيبه يخمر بقى، هو بيخمر من ساعتين ل3 ساعات، هتغطيه وتسيبيه يخمر، بس يخمر براحته، هو مش بيبان عليه الخمران. هتسيبيه بس ساعتين 3 وبعد كده تخبزيه، هيعلى معاكي في الفرن على درجة حرارة 180. هنقش انا بقى كده الباقي لوحدي واوريهولكوا في الاخر. انا كده سبته خمر، هدخله بقى الفرن. اتفقنا ان درجة الحرارة تكون عالية عشان ما يفرقعش معايا بسبب الملبن، تمام. اول ما ياخد لون من تحت عايزة تقيدي الشواية، ولف ايدك وانتي بتقيدي الشواية. بس هي دي طبعا مش الكمية كلها يا جماعة، ومطلع معايا كمية اكتر من كده، بس انا ما حبيتش ارص كله فوق بعضه عشان ما يتكسرش معايا. بصوا شايفين بقى شكله ولونه، الفراغات اللي بتبقى ورا دي ده دليل نجاحه. بس ولونه كده حلو قوي. اوريهولكوا قد ايه ناعم، بجد جميل. بصوا الحشوة ومن جوه في فراغات، دليل الخمران. بصي بقى ناعم ازاي، مجرد ان انا بتك عليه بس تكة بسيطة كده بيتكسر معايا. اهم حاجة كمان يا جماعة ان السمنة تكون نوعها حلو. عملتيه ببلدي هيطلع حاجة تانية تحفة، انا عاملاه ببلدي. هتعمليه بسمنة عادية هيطلع برضو حلو. اهم حاجة نوع السمنة يكون كويس، نوع السمنة كويس هيطلع معاكي كحكاية طعمها حلو. يبقى الرك هنا في السمنة، مش في اي حاجة. انا لا حاطة ريحة كحك ولا ريحة موز ولا الحاجات دي، انا عشان مستخدمة سمنة كويسة البلدي، فهي كده كده مخلية ريحة الكحكة حلوة، فانا ما بحبش احط اي حاجة. بس كده انا اديتكم كل التكات اللي في الكحك اللي يطلع معاكي كحك مظبوط. يا رب ينال اعجابكم، ولو عجبكم ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس واللايكات عشان يوصلكوا كل جديد، عشان نوصل بيكم بإذن الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين. اهو، كل سنة وانتم طيبين. كان معاكم رحاب صلاح، مع السلامة.